بسم الله الرحمن الرحيم. ده فيديو تعريفي بتنسيقية الحملة الشعبية ضد التطبيع. السبب الرئيسي وراء قيام هذه الحملة وهذه التنسيقية والأهداف المرجوة من هذه التنسيقية. في البداية الجميع يشاهد التطورات التي حدثت في الموقف السوداني عبر توقيع اتفاق تطبيع مع الكيان الصهيوني برعاية أمريكا. ده مخطط واضح ومكتمل المعالم، وهو مخطط استراتيجي طويل المدى يجب مواجهته عبر عدة جوانب. أهم هذه الجوانب وهو الجانب الإعلامي، لأنه الإعلام هو أداة أساسية ورئيسية للترويج للتطبيع والترويج لحجج التطبيع، وفي مجملها هي حجج ضعيفة تستند على مبدأ وفكرة المصلحة، وتحاول أنها تروج للشعب السوداني فكرة أنه وراء التطبيع توجد مصلحة، وحقيقة الأمر تقول غير ذلك. الحملة الشعبية ضد التطبيع قامت أساسا للتعبير عن الصوت الشعبي السوداني المناهض للتطبيع، وقامت لتستعيد للسودان دوره التاريخي كشعب وقف طوال عهود الحكم السوداني، كان عنده مواقف مشرفة مع حركات التحرر ضد الاستعمار وضد الإمبريالية في العالم العربي وفي العالم الإسلامي وفي العالم الأفريقي. الهدفين ديل استعادة دور السودان والتمثيل وتشكيل الصوت الشعبي المناهض للتطبيع. ده السبب الرئيسي وراء قيام الحملة الشعبية ضد التطبيع. الحملة الشعبية ضد التطبيع لديها أهداف عديدة واستراتيجية متصلة بتفنيد الحجج التي يقدمها الإعلام ويروج لها المتبعون. الإعلام الرسمي والإعلام الشعبي والإعلام العام يروج لمسألة التطبيع باعتبار كما ذكرنا باعتبار أن هناك مصلحة وراء هذا الأمر. والحملة الشعبية حتوضح في مجمل في غالب عملها القادم إنه هذا المنطق متهافت ولا توجد مصلحة وراء هذا الأمر سوى تلك المصلحة المرتبطة بصفوة معينة تحكم السودان وتستغل وتنهب ثرواته. الطابع المهم لهذه الحملة هو طابع سوداني يعبر عن صوت السودانيين ويعكس وعيهم لحماية مشروعهم الوطني، لأنه الليلة نحن أمام مشروع كامل جزء منه التطبيع، هو مشروع تقسيم والسيطرة على السودان واستتباعه المطلق للمركز العالمي الرأسمالي وذراعه الإقليمي اللي هو دولة الكيان الصهيوني. لذلك نحن نعلم تماما أن التطبيع هو مرتبط بشكل أساسي بمسألة رفع العقوبات، بمسألة السياسات الاقتصادية للحكومة، والحزمة دي ككل الهدف الأساسي منها إفقار ونهب ثروات الشعب السوداني، وده اللي حيتضح لاحقا مع الأيام. الحملة كذلك من أهدافها تنوير الرأي العام الشعبي، تنوير المزارعين السودانيين، لأنه الجميع يعلم أنه الهدف الاستراتيجي أو واحدة من الأهداف الاستراتيجية الإسرائيلية للتطبيع هو مسألة الأمن الغذائي الإسرائيلي، وبالتالي هم يطمعون في السودان كأرض خصبة للزراعة. والزراعة هنا ستمر عبر شركات عابرة للقارات، شراء أراضي المزارعين والسيطرة على أراضي المزارعين. هنا حيكون في تنوير للقواعد الاجتماعية، المزارعين والرعاة إنه ينتبهوا لهذا الأمر، لأنه ده اتجاه لمزيد من الإفقار ومزيد من التبييض. الحملة الشعبية ضد التطبيع هي حملة سودانية الطابع، متصلة ومرتبطة بمسألة القضية الفلسطينية باعتبارها قضية أخلاقية تهم كل الأحرار في العالم، وهي وثيقة الصلة بشعارات الثورة السودانية في ديسمبر، الثورة التي اختطفت من قبل اتجاهات صاحبة مشروع غير وطني تابعة ووكيلة لقوى خارجية.
شعارات الثورة السودانية كانت متمثلة في الحرية التي يفتقر لها الشعب الفلسطيني ويفتقر لها عديد من الشعوب، والسلام والعدالة. وهذه الأمور إسرائيل تعبر عن نقيضها تماما، تعبر عن العنصرية، تعبر عن العداء لشعب كامل، تعبر عن العجرفة والتكبر والاستعمار الغربي الإمبريالي، وهي ذراع أساسي لهذا الاستعمار. فالعدو واحد، وهذا ما يجمعنا نحن كسودانيون بكل مركباتنا الثقافية العربية والإسلامية والأفريقية، كشعب سوداني موجود في أفريقيا، له طابعه، له ثقافته، له تاريخه التليد. هذا الشعب صوته الحقيقي هو صوت مقاوم ومناهض للاستعمار ولهذا الكيان الصهيوني. فلذلك الحملة الشعبية هي حملة مفتوحة ومتجاوزة للأيديولوجيات، مفتوحة لكل السودانيين، تهم كل السودانيين، كل الثوار السودانيين في مختلف مناطق السودان، في شرقا وغربا، في الخرطوم وغيرها، داخل السودان وخارج السودان. ستكون بإذن الله هي صوت للشعب السوداني ضد هذا المشروع الصهيوني ومخططه لتقسيم السودان. في قادم الأيام ستكون هناك عديد من البرامج وعديد من الفعاليات التي بإذن الله تصب في هذا الاتجاه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.